لو انتوا بتسافروا بالكاري اون بس زيي، هوريكم ازاي تسافروا ببلاش. اتفرجوا على الفيديو ده. مين فينا ما فكرش يسافر دبي يتفسح ويقضي له يومين حلوين ويتبسط؟ بس الاول خليني احكي لك عن اجمد حاجات ممكن تعملها في دبي غير الشوبينج. طبعا اول حاجه هي برج خليفه، وهو اطول برج في العالم، وطبعا شكله لوحده والصوره اللي وراك كفيله تبين لك قد ايه انت قصير قوي. تاني حاجه هي السفاري، تجربة حلوة ومختلفة في الصحراء العربية، وسعرها بيبدأ من 50 درهم لحد 300 درهم، وبتكون شاملة العشاء. وتالت حاجة هي البيتشز، في أكتر من شاطئ عمومي في دبي، وأشهرهم جي بي آر ولاميرو وكايتس. نيجي بقى لإزاي ما تصرفش غير نص تكاليف السفر أو حتى تسافر ببلاش خالص. هيتش هايكر ابلكيشن معمول للترافلرز انهم يقدروا يعملوا فلوس من السفريه بتاعتهم عن طريق انك بتعلن عن الابلكيشن ده انك مسافر اي بلد من البلاد المعروفه بالشوبينج، زي دبي، باريس، لندن، الصين، امريكا، المانيا. وهتحدد الوقت اللي هتقضيه في البلد دي والوزن اللي تقدر تشيله معاك، وبتختار الوسيله اللي حابب تستلم بيها الشحن، سواء من شركات زي امازون وسوق واي باي او من اشخاص عاديين وجها لوجه بيقابلك في الاوتيل او في المطار. طب انا كده استفدت ايه؟ انت بتحدد التكلفه اللي محتاجها عشان تنقل بيها الشحنه من بلد للتانيه، بمعنى التكلفه بتختلف حسب الوزن اللي هتقدر تشيله معاك كشخص. يعني لو هتقدر تشيل شنطتين بواقع وزن 23 كيلو لكل شنطه فيهم، انت كده بتضمن مكسب ليك من 400 ل 800 دولار تقريبا. الخلاصه ان المسافر هيستفيد ماديا ويوفر في مصاريف سفره، والمشتري مستفيد انه هيشتري اللي هو عايزه اونلاين من اي حته في العالم. يلا داونلود الابلكيشن دلوقتي وخدوا خصم قيمه 5 دولار على اول شحنه هتجيلكم من بره لو استخدمت كود يارا XHH ودلع نفسك.